أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. أول شيء هنيئا للفريق الوطني المغربي، هنيئا للمغرب بالتأهل لربع نهاية كأس العالم من بعد الانتصار الصعب، وإن كان 3-0 ولكن الانتصار الصعب على المنتخب الكندي ب3-0. كيفاش جا الانتصار الصعب؟ كيفاش كانت المقابلة صعبة؟ ما يمكنش نقول بأنها أصبحت سهلة، ولكن كيفاش أنه حولنا من مقابلة صعبة إلى مقابلة في المتناول في الشوط الثاني. أول شيء نديروا قراءة في التشكيلة، التشكيلة ما وقع فيها حتى شي تغيير، لأنه تيبان بأنه وهبي التشكيلة اللي عنده قبل من المونديال هي هذه، باستثناء طبعا الخنوس اللي خدا مكان الزلزولي وخداه باقتدار. هذه المقابله هذه كانت التشكيله غتكون بحال المباراه الاولى ضد البرازيل والثانيه ضد اسكتلندا والمقابله ضد هولندا، ولكن شادي رياض ما كانش جاهز 100%. تم التعويض ديالو باللاعب بحال هذا هو التغيير الوحيد اللي كان في هذه المقابله هذه. اذا المقابله كنا تنتظروا بحال كيما يعني الجميع المتتبعين ان المغرب غادي يستحوذ على الكره بحال كيما دار نهار هولندا، وغنقلبوا كيفاش ان نفتحوا المنافذ ديال المنتخب الكندي. ولكن وقع العكس، المنتخب ديال الكندي هو اللي شاد الكره، حنا ما لقينا شيء داك الاليات باش نخرجوا الكره، تلعبوا بين ثلاثه تمريرات في الدفاع، تمشي الجهه اليمنى تتوقف، الجهه اليسار توقف. علاش؟ لانه لقينا بانه احمد علي، اظن سميتو احمد علي الكندي، في لما تمشي الكره عند حكيمي الا لما توصل الكره يعني تيكون قريب ليه باقل من متر، يعني تقريبا لاصق فيه، ما خلاش انه يكون يعني هو اول واحد انه يخترق يعني غير نصف الميدان، ماشي حتى يوصل الدفاع. نفس الشيء بالنسبه للمزراوي. اذا هذه العمليه داروا اللاعبين الكندي الفريق الوطني المغربي، اضافه للضغط على حامل الكره والسرعه ديالهم وباقي في بدايه المقابله، خلتنا اننا نرتبكوا. وبالتالي غادي غنلقاو بانه نقلبوا على اللاعبين، غنلقاو بان العناوي، غنلقاو بانه بوعدي، غنلقاو بانه حكيمي وناحي، كل شيء ضاعتوا الكره، ما كاينش شي لاعب ما ضاعتلوش الكره. بمعنى انه التفسير اللي عطيت لهذا الشيء هذا هو انه اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي تفاجئوا بهذه الطريقه باش لاعبين. اولا قلت لك سرعه، هما لاعبين سرعه وحنا تنلعبوا ببطء، اذا ما يمكن لك شيء ان واحد سريع ان انت باللعب البطيء ديالك غيمكن لك تجاوز واحد لاعبين سرعه وتيدير الضغط على حامل الكره. اذا هذا الارتباك اللي داروا لنا خلاهم انه يتحكموا في المجريات ديال المقابله، وتنقولوا بانه وقتاش غيمكن تغير الامور. ضاف لهذا انه الصباري اتصاب في الدقيقه 20، خرج الصباري ودخل رحيمي. المكان ديال رحيمي ماشي مكان اللي غادي يساعد باش تغير المجريات ديال المقابله، هو بحال راس حربه، ما هو شي لاعب ديال الوسط باش نقول بانه غيوقع واحد النوع من التغيير. وبالتالي ما تغيراتش الامور، بقات الامور فيها تحكم في الكره وسيطره وفرص. اذا هذا الشوط الاول اللي بغينا نلخصوه جاو فرص كثيره للمنتخب الكندي. حنا شفنا القذفه ديال الرحيمي هي اللي كنا غايبين في شوط اللي كان حاضر فيه بونو، لانه التصدي ديال بونو خلي الكرات العاليه، التصدي ديال الانفراد اللي رجع الكره بالرجل اليسرى، هذيك هي التحول ديال المقابله. حيث انه لو انه لا قدر الله كنت سجلت هذيك الكره كان غنلقى واحد الصعوبه كبيره ولو في الشوط الثاني. علاش؟ لان غيكونوا متكتلين وغيبقاو يدافعوا، علما بانه يعني حسينا بانه اللاعبين ديال كندا داخلين مشحونين، ماشي مشحونين يعني بشكل سلبي، مشحونين على انهم لاعبين مع المنتخب الوطني المغربي ومآمنين بانه الفريق الوطني المغربي الى انتصروا عليه بحال لاعبين مع البرازيل ولا بحال لاعبين مع المانيا ولا بحال لاعبين المانيا تخصص تنذكر على يعني الكبريات ديال المنتخبات معهم، لا مع ايطاليا واخا ما كاينه شيء، لو اسبانيا اذا او الارجنتين. اذا الفريق الوطني المغربي مدخلينه في هذه الخانه هذه، وبالتالي كانت عندهم الامل انهم يلحقوا انتصار على المغرب، غيكون انتصار على واحد من المرشحين للفوز بكاس العالم على لسان مجموعه من المحللين التقنيين. وهذا الشيء راه قالوا المدرب ديالهم، اي انه هذا الشيء هذا المدرب بلغوا لهم، قال لهم راه الا فزتوا على المغرب بحال لا فزتوا على شي فريق فاز بكاس العالم.
وهذه فرصه ديالكم باش تبينوا على انكم فريق اكيد، لان الكلام اللي قالوا المدرب ما قالوش الاستهلاك الاعلامي، قالوا باش انه يعني يحفز اللاعبين، وهذا بان في الشوط الاول، بان لانه الجرى باش يجريوا الاندفاع. وعاد اضافه لهذا الشيء هذا كاين الحكم الانجليزي. الحكم الانجليزي لا يتدخل الا في امور صعبه، يعني ذاك الاندفاع القوه والتدخلات يعني مساله بالنسبه له عاديه. نضيف لهذا الشيء هذا باش نبينوا بانه الصوت الاول كان عندنا شويه صعيب، انه لقينا انه حكيمي حلحل أوناحي الخنوس 4 ديال الانذارات. اذا الامور كانت صعبه وصعبه جدا. يعني الشوط الاول اهم ما كان فيه بالنسبه للمغرب هو انه ما تسجلش عليها هدف. اذا كندا واجهت بونو في الشوط الاول. هذا هو هذا الشيء اللي يمكن نقول، لان احنا ما شكناش خطوره على الفريق الكندي. نمشيو للشوط الثاني. الشوط الثاني انه بدون شك ان المدرب غادي يكون هضر مع اللاعبين وغيقول لهم ودي ها الامور اللي خاصكم تغلبوا عليها. راه الفريق ديال كندا فاجئنا بالاسلوب ديالو، وكنا تنتظروا غيلعب بشكل ويلعب بشكل غيكون رتب الامور اللي ما يمكنش نقول لكم شنو هي الامور لان ما عارفها شيء. الامور اللي يكون هضر معاهم هاد الامور فين شتا انا شتا على في مجريات ديال المقابله ديال الكره اللي جات من عند أوناحي من أوناحي اظن من عند أوناحي لدياز لرحيمي وجات ضربه خطا. هذيك ضربه خطا اللي عطاتنا الهدف، ويلا لعبنا 5 دقائق، احنا في الدقيقه 50 دابا، احنا في الدقيقه 5 من بعد بدايه الشوط الثاني. هنا في هاد ضربه خطا هنا فين تيبرز اللاعبين اللي تتكون عندهم شي حويجات ماشي عند اللاعبين الاخرين. يعني الوجود ديال أوناحي في ذاك المكان في التمريره ديال حكيمي ما جاش غير اعتباط بانهم متفقين عليها، واش بيناتهم او بالمدرب او على كل حال حنا تنكتشفوا بانه التغير ديال الفريق الوطني المغربي من الشوط الاول للشوط الثاني تيبان لنا على ارض الواقع. حنا ما يمكنش نقولوا ها شنو قال لهم، ولكن الطريقه باش مرر الرحيل كلشي تيتسنى الكره تمشي كره عاليه، او نقلبوا على تصعد دائما اللاعب عيسى ديوب، ولكن التمريره الارضيه بهذيك الطريقه باش تسجل يعني احسن هذه يمكن تجي هي هذه. اذا جوج ديال اللاعبين الكبار عطاونا هدف اللي غادي يغير المجريات ديال الشوط الثاني. الشوط الثاني كله تغير. علاش؟ لانه بحال وضعنا الفريق الوطني المغربي واللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي والمؤهلات ديالهم في الوضع ديالها الطبيعي. دياز عاد لقينا شكون هو دياز، حيت دياز ماشي لاعب اللي تيبغي ياخذ الكره ويلقى قدامه 8 اللاعبين. دياز هو لاعب اللي تياخذ الكره يمشي بواحد 20 متر و30 ويعطي تميره. بدايه انه اليوم دار جوج تميرات عاوتاني من عند دياز. علاش؟ لانه لقينا المساحات، هذه المساحات اللي كانت غايبه في الشوط الاول. اذا الفريق الوطني المغربي لما توضع بدون شك انها بتعليمات ديال المدرب وبتطبيق جيد ديال اللاعبين، اذا ولينا كل هجمه تشكل خطوره، كل هجمه تشكل خطوره حتى وصلنا 3 ديال الاهداف، حتى اننا كان رحيمي كان بامكان ضرب الكره براسه من اروع ما يكون، ضربت في العارضه ورجعت. اذا الشوط الثاني كان مميز. علاش؟ لانه رغمنا سميتو المنتخب الكندي او اللاعبين الكنديين على انهم يطيحوا في الفخ او يطيحوا في المصدر ديال القوه ديال الفريق الوطني.